ورا أبوكي. هتقولي يا أبويا أنا نفسي أتجوز الراجل ده لأنه فيه 1 2 3، وتدافعي عن رغبتك بشكل فيه أدب وذوق وشياكة واحترام وطاعة للوالدين. يمكن عندهم رؤية أنت مش شايفاها. عملتي اللي عليكي، دافعتي، بررتي، شرحتي. سيبي بقى الأقدار تسري، تمشي أو تتمنع بإذن الله عن طريق الأهل. وهنفضل نخبط على الأبواب، وهنفضل نشرح، وهنفضل نبرر، وهنفضل متمسكين بحقوقنا، لكن مش هنعمل تصرف في سوء أدب أو في خروج عن الأعراف الطبيعية والأخلاق أو في عصيان وهدم لبيوتنا علشان رغبة جوه الواحد. نفس الكلام، أنت يعني عندك سعي وخدت بالأسباب كلها والله واجتهدت، وأنا عندي قصص كتير في ده، ورحت الانترفيو وعملت أحسن واحد، وجي واحد بالباراشوت كده من فوق يعرف صاحب الشركة ولا مش عارف مين، طك قام نزل على الوظيفة اللي أنت بجد كنت بتحلم بيها. استنى، ليس هناك في الكون فاعل إلا الله. الوظيفة دي اتقفلت عشان في حاجة أحلى في ملكه الواسع وخزنته المليانة مفتوحة لك. فصبرا وكمل في سعيك، واعرف ان يقينا ما دام هو وعد إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يبقى اللي قفل ده وفتح ده الله. يبقى فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. طب وانت تستفيد ايه لما المعارف والأسرار تبقى في قلبك؟ لا تطمن انك لما تشوف بقى حكم ربنا انت قلبك عارف لما حاجة تستقر كده وتقول ايه الجمال ده، والله الواحد ما كانش واخد باله ولا شايف حاجة. لما تبقى كده يعني انت صدقني هتدوق طعم معين. هل يجوز بسبب الحيض او نفطر بسبب مرض او نفطر بسبب السفر؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة اخر. الايام صايم الايام اللي عليك في. هل في الوضوء ممكن نمسح على الكم بنفس حكم المسح على الشراب؟ لا. ليه؟ لان هنا القياس غير سليم. يعني طب ما هو الشراب بيغطي عضو من اعضاء الوضوء اللي هو الرجل فمسحنا عليه، طب ما الكم بيغطي عضو من اعضاء الوضوء وهو الايد. الجواب الوضوء عبادة توقيفية يا جماعة. توقيفية يعني النبي قال كده فوقفها، يعني شرعها بالطريقة دي نعملها كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد ما مسحش على كمه، والعضو الوحيد اللي اتمسح على اللبس بتاعه كان على خف النبي اللي احنا العلماء قاسوا عليه الشراب، فلا ما بنمسحش على الكم ولا حاجة. هل ممكن في الوضوء نمسح على شراب قطن عادي بس مش تقيل؟ العلماء أفتوا بجواز ده تخفيفا على المسلمين، وأخذوا فتوى الحنابلة في المسألة دي.